بنبدأ ملخصنا مع بطلتنا اللي شغالة جديد في مطعم وبتكون متفوقة جدا في الشغلانة واتحبت خلاص من ضمن الموظفين، لكن هنا موظفة قديمة بتقول ازاي اللي هي تاخد مكاني، وبتفضل كده تتنمر عليها وتدلق عليها العصير وتبهدل فيها. وبنتنا يوم ما بتتكلم بيجي هنا رئيس الموظفين ويقول لها اسكتي، انت ازاي بتكدبي واحدة موظفة قديمة عندنا بقالها فترة، وكمان بيطلب منها اللي هي توصل الاوردر ده لأحد الشركات، وأحد الشركات دي بنقابل فيها بطلنا اللي بيكون واقف مع واحد وبقول له اللي احنا بقالنا 6 شهور بندور على خطيبتك ومش لاقيينها، باين عليها اختفت من على وجه الأرض. لكن بطلنا بيشوف البطلة بتاعتنا وبيروح ليها كده وبخبط فيها، وأول كده ما الكرتونة بتقع منها فبيوطي وبقول لها انتي روحتي فين، وبيكون مفكرها هي خطيبته. لكن هنا بتقوله انت اكيد بتدور على الشخص الخطأ، انا مش اللي انت بتدور عليها، وبتسيبه وبتمشي. فهنا بنشوفه كده وهو بيفتكر خطيبته لما خطيبته كانت معاه، ولما كمان عرض عليها الجواز، ولما جده كان بيحبها جدا واللي هي اختفت من حياتهم فجأة كده من غير أي مبررات ولا أي أسباب، وإن هو بيدور عليها. وبعد بطلتنا ما بتخلص بترجع لمكان عملها بنلاقي البنت دي مستقصداها وبتتهمها اللي هي سرقة قلم الروج بتاعها، وهنا بتخليهم يجيبوا الشنطة ويفتشوها وبيلاقوا قلم الروج، وبتقول لازم نبلغ الشرطة هو قلم روج، بس بعد كده هتبقى حاجة تانية، وبتفضل حطاها في دماغها ومش حد بيصدقها اللي هي مش واخداه. لكن هنا بطلنا بيجي وأول ما بيشوفه بيقولوا الرئيس، وبنعرف اللي هو صاحب المطعم ده. وهنا بدل ما الموظف كان عليها رئيسها بيتهمها هي وبيبهدلها كده بقلم الروج، وبطلب هنا بطلنا من البطلة اللي هي تجيله على الشركة وبيديها معاه. واول ما بتوصل بتقول له عاوز ايه مني، فبقول لها عاوزك تكوني خطيبتي، ببص لها كده لكن بتلم هدومها عيب، فبقول لها لا انا مش عاوز منك حاجه، هو مجرد عقد بس ما بينا لمده شهر تكوني خطيبتي لانك شبه خطيبتي جدا. فهنا بترفض وبتقولي اللي هي مش محتاجاها الشغلانه دي، فبقول لها اللي هي بعد شهر هتاخد مرتب كويس وان ديت زيها زي اي وظيفه، فبترفض. فانا بطلب من الموظف عنده اللي هو يلحقها ومش يجي من غيرها، فبيفضل مستنيها طول النهار، واول ما بيشوفها بيقول لها ارجوكي وافقي بقى وانا مستنيكي من صباحيه ربنا. فبتقول له طب خدي الاكل ده وروح روح نام، وبيصعب عليها وبتديله الاكل. لكن هنا وهي مروحه البيت بتلاقي مرات ابوها عماله تزعق عليها وتقول لها فين الاكل اللي انت طلعت عشان تشتريه عشان اخوكي جعان. فبتقول لها اللي هو مش صغير ويقدر يطبخ لنفسه، وتعرفها كمان اللي هي سابت الشغل، فبتقول لها ازاي تسيبيه، وبتفضل تزعق عليها وبتقول لها مين هيدفع فلوس دراسه اخوكي. لكن هي مش بتهتم بالكلام ده وبتدخل بتقفل على نفسها وبتمسك صوره باباها وبتفتكر ذكرياته معاها، وبنعرف ان باباها متوفي وان هما كانوا بيحبوا الشاطئ جدا وبيحبوا البحر، وكمان بتكون معاها تسجيل صوتي على تليفونها وبتفضل تسمع فيه. لكن هنا بالليل مرات ابوها بتسمع ناس بيزعقوا، والناس دي بتبقى جايه وليها فلوس عندها، وبتدخل هنا عند بنتنا وبتفضل تعتذر منها وبتقول لها اللي هي محتاجه الشقه دي عشان تبيعها، لكن هي بترفض. فبتقول لها انت لو مش سبتيها وبعتيها فانا هدخل السجن، لاني اشتغلت مؤخرا في شغلانه وخسرت كل فلوسها واللي هي مديونه دلوقتي ب300,000. وبتبهدلها وبعد كده بتاخد صوره باباها والتليفون وبتكسرهم، وبتقول لها سيبيكي بقى من ذكريات والدك دي. وهنا بتفضل ماسكه التليفون والصوره وتفضل تعيط، وبعد كده بنلاقيها شايله هدومها ونازله كده. وهنا الموظفين بيكونوا مستنيينها، واول ما بتشوفهم بتوافق اللي هي تركب معاهم واللي هي تشتغل وتتوظف الوظيفه دي. فبيرنوا على بطلنا وبيعرفوه ان هي وافقت واللي هي ركبت معاهم دلوقتي. فهنا بيكلمها وبتقوله اللي انا هوافق على الشغلانه دي وعلى الشروط. فقال لها تمام، فقال لها بس لو عرف جدي اللي انتي بنت مزيفة ومش خطيبتي فانتي كده اللي هتدفعي لي مبلغ كبير تعويض. فبتوافق، وبعد كده بطلب منهم اللي هم ياخدوها ويخلوها النسخة التانية من شكل حبيبته، وبالفعل بيلبسوها ويشبرقوا عليها وبيروقوها جدا. وهنا بعد كده بنشوف شكلها مختلف تماما، بس بعد بقى لما تعمل شعرها، ونشوفها هنا وهي رايحة عشان تشوف جده وتقابله، وبتفاجئ بمنظرها وان هي نسخة تماما منها. وهنا الجد بيفرح جدا اول ما بيشوفها
لكن بعاتبها لانها بقالها فتره طويله جدا ما ظهرتش وما سالتش عليه، لكن هي بتعتذر منه، بتقوله ان انا كمان جايبه لك بطاقه اعتذار. فهنا البطلنا بيوطي عليه بيقوله اللي هي مش كانت في حاله جيده الفتره اللي فاتت، وبعد كده بيسالها عن ايه السبب اللي هي مش كانت كويسه، لكن مش بتعرف ترد. فبطلنا بيقول هنتكلم بعدين وخليها ترتاح شويه. وبعد كده بياخدها للغرفه، لكن هي بترفض اللي هي تكمل في التمثيليه دي، وبتقوله ان الجد هيكون حزين جدا لما يعرف الحقيقه. فبقول لها اقعدي بدل ما اديكي كده بوكس، وبقول لك ايه ريحي كده شويه، لان لو انت سببتي لي في اي مشاكل ما تنسيش التعويض الكبير اللي احنا متفقين عليه. لكن هنا لما بحس ان الجد جاي كده فبيقعد كده بعمل نفسه اللي هو بتدلك رجليها لانها تعبانه، واللي هو كمان باخدها في حضنه. فالجد بيقول له ريح يا عم وكمل شوف انت بتعمل ايه، وبيسيبه وبيمشي. وتليفونها بيرن فبيمسكه عشان يعرف مين اللي بيرن عليها، لكن مش بيعرف لان التليفون بيكون شاشته مكسوره. وبعد كده بقف مع نفسه بفكر وبقول له ممكن يكون شخص اناني لانه بيضغط على البنت دي. لكن هنا بيفكر في خطيبته، وبنعرف ان هي من سنه سرقت من عنده فلاشه تبع الشغل، واللي هي من يومها وهي اختفت، واللي هو عرف من حلقها اللي وقع في المكتب. وبقول ازاي يكون في شبه ما بينهم بالطريقة دي، ممكن تكون دي خدعة منها للمرة التانية. وبعد كده تاني يوم بيعرف من الموظف اللي هي سابت البيت ومشيت، وبيلاقي هدومها. وبعد كده بتروح هنا لعيلتها، وبتلاقي هنا أخوها الناس واخدينه. وهنا مرات أبوها بتترجاها بتقول لها اللي هو أخوكي هياخدوه، ده كله بسبب اللي انت ما جبتيش فلوس، واللي هم عاوزين فلوسهم. لكن هنا بنلاقي بطلنا جاي، وهنا كمان بيعرف الحكاية وبيعرف المبلغ وبيديهم شيك بفلوسهم. وبعد كده هنا اخوها بيقول اللي دي عشقته، واللي انت ازاي تجيبي هنا راجل ده وازاي يدفع لنا فلوس. فبطلنا بيقول له انت ازاي تقول كده لمراتي. وبعد كده بنشوف هنا مرات ابوها بتطلب من ابنها اللي هو ينزل على ركبه ويعتذر منهم، وبنلاقيهم هنا بيشربوا. هي بتكون سكرانه جدا وبتقول له ان الكل بيتنمر عليها. وبعد كده بتجيله مكالمه من موظف وبيطلب منه اللي هو يجيله بيوريه شغل كده، وبيكون الشغل ده مش عاجبه وبيفضل يزعق له. بعد كده بيلاقيها حست بالزعيق ده وصحيت، فبقول له وطي صوتك عشان مش تقلق وتصحى من النوم. وبطلب منه اللي هو يعيد الشغل ده من تاني، وان الشغل ده يرميه في الزباله. وبتصحى من النوم وهي مفزوعه، فبقول لها مالك. فبتقول له اللي انا حلمت ان مرات ابويا بتطاردني، واللي انت اول شخص بعد والدي يعاملني بلطف. وبتيجي بيسيه لطيفه قوي. وبعد كده بتروح للجد، والجد بيبقى نفسه يمشي، فبتقرر اللي هي تجيب له خوذه كده وتاخده وتطير وجو، وبيجروا على طول. وهنا الموظف بيبقى عاوز يلحقها لكن مش بيعرف، وبيروح هنا لبطلنا وبيعرفه باللي حصل. فهنا بطلنا بيزعق له بيقول له ازاي تخليها تاخده كده وتمشي. فبنلاقي كده حاجه طايره كده، وهنا اول ما بيشوفها فبيجري وراها عشان يلحقها. وبعد كده بنلاقيها قاعدة هي وجده، وجده بيقول لها يا ريت مش تختفي في المستقبل تاني، واللي هو عاوزها تفضل على طول جنب حفيده، لأن حفيده ملوش حد غيره، وخايف إن هو بعد ما يموت إن هو ما يلاقيش حد يستند عليه، خصوصا إن أهله ماتوا وهو صغير. وبعد كده بنشوف هنا بيكون في حفلة بالليل، والبنت دي بتقرب منه عاوزاه اللي هي تكون حبيبته. فهنا بيزقها، فهنا بتزعق، فبقول لها الناس بتبص علينا. فبتقول له لو عايزني اسكت فبصني دلوقتي، لا جري قوي. وبتقول له ان حبيبتك سابتك بقالها اكتر من سنة، فليه مش بتديني الفرصة اللي انا اقرب منك. لكن بنلاقي هنا حبيبته جاية، بتروح له بتقول له اللي انا عاوزة اتكلم معاك. فبقول لها شوية كده عشان معايا شغل. لكن البنت دي هنا بتشوفها وبتعرف اللي هي شيا مش مان، وهنا بتروح ليها وبتعرفها اللي هي عارفاها، واللي هي عارفه اللي هي مش مان خطيبته. لكن انا بتقول لها اللي انا خطيبته، واللي انا مش هي البنت اللي انت بتقولي عليها. فبتقول لها هويتك هي اللي هتثبت كده، وبتاخد منها الشنطه. لكن هنا بتحاول اللي هي تاخدها منها ومش بتعرف لما بتديها بالقلم، وبتاخد منها شنطتها. وهنا بطلنا بيجي ياخدها وبقول لها لو تعرضت لها تاني القلم ده هيكون مني انا. وبعد كده بنلاقي شاب كده جاي وانيق وعايز يدخل الحفله. لكن هنا البنت دي بتتصل عليه وبتقول له الحقني في حد ضايقني واللي انا انضربت. فبيكون فاهم حاجه، بقول لها اللي انا جايلك. فبقول لها مين اللي انت ضربتيه؟ فبتقول له ده انا اللي انضربت. فبيبص كده حواليه ويجي سايبها ويجي ماشي. وبنروح هنا لابطالنا، بنلاقي بطلنا بيقول لها انت ليه ضربتيها؟ هي ضايقتك في الكلام ولا انت بتغيري عليا؟ فبتقول له احنا ما فيش بينا حاجه اصلا. فبقول لها ليه انت مش خطيبتي؟ وبيقرب منها، فبتقول له ان في شاب كده اجى على بيت امي وجاب لي صوره وقال لي ان انت تشبهي حبيبتي. وبعد كده بيقرب منها عشان يبوسها، لكن تليفونها بيرن. وبيروح يقعدوا مع الجد، والجد بيقول لها اللي انا واثق فيكي واللي انت عمرك ما تكدبي عليا. لكن الولد ده
انا مش عارف حاسس ليه اللي هو في حاجه مخبيها عليا. فبياخدها كده بضحك وبياخدها وبقول له احنا لازم نطلع غرفتنا عشان نرتاح شويه عشان ورانا شغل بدري. وبعد كده بيطلعوا على الغرفه بيكونوا بيفكروا في الكلام جدهم. وبعد كده بطلنا بقول لها اللي انا لازم اتصرف على اساس اللي انت خطيبتي واعمل اللي انا كنت هعمله معاها. وبشدها كده وقعدها على رجلي، لكن بتقول له ده بعينك، هو اصلا ما فيش بينا اي حاجه وان دي مجرد تمثيليه. لكن بقول لها اللي انا حاسس غير كده. وبعد كده بنشوفه عايز يجهز لها عشاء ومش عارف يطق البيض ازاي ولا عارف يعمل ايه. وفعلا خير ما عمل وهي واقفه بره وعماله تضحك عليه، فبتدخل كده عليه المطبخ فبيدار اللي وقع منه. وبعد كده بتقول له انا هعلمك ازاي تكسرها، فبتكسرها كده لكن مش بتعرف هي كمان وبيفضلوا يضحكوا. وبعد كده الباب بيخبط وبنتي بتكون سكرانه جدا وبتكون عاوزه تدخل البيت، فهنا بيحاول يمنعها لكن بتزقه وبتدخل عنده البيت. فبيزعق ليها وبقول لها لما طلعتيش دلوقتي هتصل بالشرطه. لكن هنا بتقول له تشيا ان هي اكيد تعبانه وسيبها دلوقتي ترتاح وبعد كده تروح. لكن البنت دي بيكون وراها حاجه وبتعمل مكالمه بتكلم شخص بتعرف اللي هي دخلت البيت. وهنا بيكونوا عملوا الاكل وبعد ما بياكلوا بتحس نفسها كده اللي هي عايزه تنام وبتنام على كتفه. ونفس الموظف بيجي وبيلاقيها نايمه فبقول له بقول لك ايه تسكت كده وروح دلوقتي. فبياخد بعضه وبيجي ماشي. وتاني يوم بيطلع عليهم وهي نايمه على كتفه. بقول لها اللي هو لازم يروح دلوقتي الشركه. وبيروحوا الشركه سوا وبتكون قاعدة وزهقانة وبتقول له أنا معرفش أدني قاعدة كده من غير ما أعمل حاجة. وبعد كده بيجي له الموظف وبقول له إن بيسأله عن المشروع فبقول له اللي إحنا شغالين عليه وفي تجديده. وبعد كده بقول له أنت إزاي عايز توصل في المشروع ده وتكمله بعد ما الأنسة جي الحقيقية سرقت البيانات بتاعة المشروع ده. وبعدين مش ممكن تكون دي صدفة لأن يكون بينهم شبه كبير جدا كده وترجع تاني على حياتك، أكيد في حاجة ورا الموضوع ده. وبيرجع المكتب وبيلاقيها بتدور على حاجة تحت الكرسي فبيسألها انت بتعملي ايه، فبتقول له اللي هي مش بتعمل حاجة وما بتدورش على حاجة. لكن هنا بيفتكر كلام الموظف وان لما قاله مستحيل يكون الشبه الكبير ده ما بين جي باني وبين شيا. وهنا بيقول لها هاتي اللي معاكي فبتوري له القلم وبتقول له اللي هو واقع من على مكتبك غصب عني. وبعد كده بيقول لها يلا عشان احنا ورانا شغل. واول ما الاجتماع بيبدأ بنعرف ان بطلنا اللي هو رفض المشروع ده. فهنا المستثمر بيقول له ازاي ترفض مشروع كبير سياحي بالشكل ده بيننا وبين شركتك، واللي انت ازاي تغير رأيك كده واللي انت رجل من غير رأي. فهنا بتضايق منه بقول له اطلع بره. وبعد كده بنلاقيه هنا واقف مع شيا وبطلب منها اللي هو يرجع نفسه تاني لان المشروع ده كبير وهيدي قيمة لشركته ولشركتنا كمان، ولو المشروع ده مش اتعمل فهو هيكون مخسر كبير لينا في شركتنا. لكن هنا بطلنا بيجي وبيسمعه بقول له انا مش عايزه اتورط مع شركتك ومش عايزه اعمل لك عاهه كده في وشك فياريت تاخد بعضك وتطلع بره. لكن هنا بطلتنا بيجي لها مكالمه من مرات ابوها وبتعرفها ان صديقها دو عاوز يقابلها فبتروح عشان تقابله. بنلاقيه كده كان قاعد بيلعب الالعاب المائيه بتاعت الاطفال وبيفكرها بذكرياتهم سوا وان هما الاتنين كانوا بيحبوا يقعدوا على الشط وكانوا بيلعبوا على طول سوا. لكن هنا بتفاجئه وبتقوله اللي هي مش متذكره اي حاجه من دي لانها كانت الفتره اللي فاتت تعبانه. فبيطلع لها خاتم وبقول لها مش فاكره خاتم الجواز ده لما انا عرضته عليكي وانت رفضتي وخدتيه وعرضتيه على الولد ده والولد ده كان مشاكس وانت ليه اصلا وقعتي في حبه كده فجاه. الولد ده ما يعرفش غير الشغل والعمل، انت ازاي اصلا بتلاقي وقت اللي انت تقضيه معاه؟ واللي انا مش همشي من هنا غير لما تفتكريني وتفتكري كل ذكرياتنا سوا. وبيجي نايم كده وبفضل مقعدها جنبه وبقول لها لازم تفتكري كل حاجه يا مان لان انا بحبك واللي انا عاوز اتجوزك وان الولد التاني ده شقي. وهنا بنلاقي بطلنا هنا طابخ اكله كده وبيعزم على الموظف اللي هو يقعد معاه ويشاركه لكن بيرفض وبيقول له اللي هو شبعان لكن بيرجع تاني وبيديها على اخرها. فبطلنا بيقول اللي هو عاوز يلاقي غون مان عشان يعرف هي ليه سرقت بيانات الشركة بتاعته وهي فين واختفت ليه، واللي هو سعيد جدا مع شيا دلوقتي بس عاوز يعرف الحقيقة. وبنلاقي هنا شيا بتحاول اللي هي تمشي وتسيب البطل ده وهو نايم كده مع نفسه. واول ما بتمشي كده بيجي ماسكها وبقول لها انت رايحة فين؟ انت هتفضلي قاعدة هنا لما انت تفتكريني. فبتقول له اللي هي عايزة تروح لسوو لكن هنا بتقول لها انت مش هتقعدي وتتعشي معايا. فهنا بنلاقي حد كده ببص عليهم وبنلاقي ديت لين وهي اللي مخططة ده كله واتصلت هنا على سوو وبتقول له ان هنا مان اللي انا شايفاه
شايفاها موجودة مع راجل تاني. وهنا بنلاقي هنا دو بيحاول اللي هو يفكرها ويقول لها فاكرة جارتنا فلانة، فاكرة لما كنا بنجيب المصاصات واحنا راجعين من المدرسة على طول. وبنلاقي هنا لين جاية وبقول لها يا خير يا لين جيتي ليه؟ فبتقول له انا جاية عشان شخص تاني جاية ومديني ميعاد ومستنيه هنا. وبنلاقي هنا بطلنا جاي وبفضل يعاند في شيء كده، وشيء بتكون ماسكة أعصابها بالعافية، لكن بتقرر اللي هي تمشي، لكن بترجع تاني وبترجع تمشي تاني وبتكون متضايقة جدا من اللي هو بيعمله. ودو بيلحقها وهنا بيعرف اللي دي كلها تمثيلية من لين، وبكون خايف اللي هي تكون عرفت التمثيلية اللي هم عارفينها، وبكون بجحة وعاوزة تروح تنام معاه الليلة، لأن بتقوله إن غو باين عليها كده مش هتيجي وهدانها مع دو. لكن هنا بتجيله مكالمة من جده بيقوله إن في واحدة هنا وبتقول إن هي أم غو إن اسمها تشيو. وبعد كده بيروح البيت وبنلاقي الست دي قاعدة وبتقوله إن هي مبسوطة جدا إن بنتها اتجوزت من العيلة ده. وأول ما بيجي بتقوله سهري أمال فين تشيو؟ فبقول لها أنت عاوزة منها إيه؟ أنت طردتيها من بيتك وليكي عين اللي أنت تيجي وعاوزاها وتسألي عليها. فالجد هنا بتعصب وبيفضل يخبط على رجليه، فهنا بيفضل يهديه. أول ما بيشوفه بطلب من أم تشيا اللي هي تمشي. وبعد كده بنلاقي تشيا رجعت البيت وهنا بتسألها لو هي معاها فلوس، وبتقول لها ان اخوكي عاوز فلوس عشان ندفع فلوس الدراسة بتاعة الجامعة، واللي احنا عاوزين فلوس عشان نعرف نعيش. فبتقولها خد البطاقة دي والفلوس اللي فيها اللي فاضلة خديها. وبعد كده بنلاقي هنا سو قاعد مع جده، وهنا جده بيكون زعلان منه بيقول له كنت مفكر ان انا هشوفك انت وغومان يوم زفافكم لكن مش حالفني الحظ. فبقول له يا جدي انت لازم تعمل العملية، والطبيب قال لي ان في نسبة كبيرة لنجاحها، وبعرف اللي هو عمل ده كله عشانه وعشان يفرحه وعشان يعمل العملية. وبيكون هو حب فعلا اتشيوا وبيكون بيفكر فيها. وبعد كده بنشوفه هنا هو في الشركة والمستثمرين ايجوا عشان يرجعوا ما بينهم الشغل تاني، وبيكون سو وافق. وبعد كده بنلاقي لين مستنية في المكتب وبتحاول تغريه كده وبتقوله اللي انا سمعت اللي انت وغومان سبتوا بعض فلازم اجي واحتويك وقلبك الضعيف دلوقتي واللي انا لازم اكون جنبك. فانا مش بديها اي اهتمام وبفضل يتكلم في المكالمة اللي معاه، لكن هي بدنها بجحة وبتطلب اللي هي تروح معاه. واول ما بتقرب منه كده بتقوله ان قلبك بدق بسرعة اكيد عشان انا جنبك، وبيقوله اللي قلبه بدق اكيد بيحب من جديد. فهنا بيديها كلمتين في جنابها وبيسيبها وبيمشي. وهنا بيطلب من الموظف بتاعه اللي هو يجيب السماعة ويسمع صوت نبضات قلبه. وهو اول ما بيسمع صوت نبضات قلبه فبقول له انت بتفكر في مين دلوقتي؟ فبقول له انا بفكر في تشيوا. فبقول له انت قلبك بدق بسرعة جدا واللي انت اكيد بتحبها. فهنا بفضل يفتكر فيها كده وفي ذكرياته معاها وبيفتكرها وبيكون قلبه بدق بسرعة. وبعد كده بنشوف هنا اللي هي قابلت دو وعرفته الحقيقة واللي هي مش هو مان، واللي هي مان لازم يدور عليها واللي هي بتتمنى له حظ سعيد. فهنا بيبكي كده وبيقول اللي هو هيدور عليها لأنه هو بيحبها جدا. وبعد كده بنلاقيها روحت البيت وهي بتقلع هدومها كده، وفي غرفتها بنلاقي واحد كده طلع لها من تحت اللحاف وبيشدها، وبنلاقيه بطلنا وبيقول لها اللي هو هيفضل معاها، لكن هي بتطلب منه اللي هو يطلع بره لكن مش بيسمع كلامها. بفضل يقرب منها وبمسك ايدها وبقول لها اسمعي صوت دقات قلبي عماله تنادي عليكي، واللي انا بحبك واللي انا هفضل قاعد لك هنا لما انت توافقي اللي انت تمشي معايا من تاني. وهنا بنلاقي هنا امها بره بتسمع كده اصوات وبتيجي تحط ايديها على ودان ابنها بتقول له ما تسمعش حاجه ارجوك. وبنلاقي هنا دو قاعد على البحر وكان حزين، لكن لين اخته بتيجي وبتتكلم معاه وبعد كده بيقرروا لهم يرجعوا ذكرياتهم القديمه ويلعبوا سوا زي زمان. وبعد كده بنشوف هنا ابطالنا راحوا لجدهم وبيكون جدهم في المستشفى عشان يعمل العمليه، وبيطلب منهم اللي هم يتجوزوا ومش يهمه لو كانت البنت دي مان او شيء، المهم اللي انتوا بتحبوا بعض. وبعد كده بيعرف سو ان غو مان ان والدها شغال في الخليج وان المشروع السياحي ده ممكن يكون نسبة كبيرة جدا يكون لوالدها، واللي هي كانت سرقة البيانات بتاعة الشركة لوالدها. وبطلب منه اللي هو يرفض المشروع من تاني لأنه هو حاسس بإحساس سيء. وبكون هنا سو بيفتكر في كلام جده وشيا بتدخل عليه فبعرفها اللي هو لازم يسافر الى الخليج عشان المشروع. فبتقول له اللي انا عاوز اجي معاك، لكن هنا بيفتكر كلام جده وبقول له اللي هو حاسس باحساس سيء ومش عاوز يسافر. فبقول لها لا مش ينفع تيجي معايا. وبعد كده بتقول له ليه؟ فما بيردش عليها. بقول لها مش هتيجي معايا وبطلع. وهنا تاني يوم بيكون بيجهز نفسه فبتكون جايبه له كده ادوات بتقول له عشان لو اتعورت يا حبيبي ولازم تفتكرني بالمكرونه السريعه، لازم تعملها على طول عشان تفتكرني على طول. وبتقول له
دي أو لما يكون عندك جرح لازم تعقمه، واستنى كده لما أوريك. وبتيجي نايمة على السرير عشان توريه، لكن هو بيقلب عليها الترابيزة وبحب يوريها هو ازاي هي تعقم الجروح. وبعد كده بعد ما بيخلصوا بينزلوا تحت وبيفضل حاضنها كده. فهنا بتقول له انت كده باين عليك مش هتخلص ولا هتروح شغلك ولا هتعرف تسافر. فبقول لها هسافر ازاي وانا بالي هنا معاكي. هنا السواق بنشوفه مشي، وبعد كده بيروح هنا للموظف ده وبقول له قدامك زي 10 دقايق عشان تروح وتلاقي كلمة السر. وبيتفق معاه وبيجي هنا لبطلنا بقول له ان العربية فيها عطل، واللي هو هيقعد زي ربع ساعة كده او 10 دقايق لما يصلحها. ونلاقي الموظف فوق طلع غرفة البطل وعمال يدور على كلمة السر وبده يسرق كمان شوية بيانات. لكن هي ناشية بتيجي وبتلاقيه هنا في الغرفة، وطبعا لما بيشوفها بتلبك وبيكون واخد المقص كده عشان يعورها بيه. لكن هنا من أجل الحظ في تليفون بيرن وبقول لها اللي هو كان جاي عشان ياخد التليفون لبطلنا. وبيمشوا بالفعل وبيسافروا، وبعد كده بيوصلوا على القرية السياحية وبتكون معاهم الموظفة وبتشرح له إن القرية السياحية ديت أكبر القرى عندهم. وبيعرف منها كمان إن عيلة غو اللي هي عيلة غومان اللي هي كانت مستثمرة الأولى للمشروع ده، لكن طلع عندهم أزمة مالية وبسبب كده سابوا المشروع. لكن بنلاقي هنا في ناس كده جاية متهجمة عليه وكانت عايزة تضربه، وبتقول له اللي انت وجودك هنا مش مرغوب فيه. وفي الوقت نفسه بيكون في حد كده بيصوره من فوق وهو بيضربهم وبيدافع عن نفسه، وبيكون الحد ده تبع عيلة غو واللي هو والد مان. وبيجيله مكالمة وبيعرفوه اللي تم الشغل وكمان بيبعتوله الفيديو. وبعد كده بنشوف تشيا وهي مسافرة وبتفتكر في كلام جد البطل لما هو عرف واكتشف الحقيقة من 6 أشهر. قابل شوية موظفين والموظفين دي كانت تبع غو شركة غو، وعرف منهم إن هو عاوز يضرب شركتهم في الأسهم بتاعتهم من ناحية الأقراص بتاعت الأسهم. وهنا بيطلب منهم اللي هم يعرفوا له الحقيقة. فهنا في موظف قام وقال اللي هو هيعرفه الحقيقة وقال له على كل حاجة، وإن السيد غو ده إنسان سيء جدا واللي هو عاوز يخلص على البطل ويقضي على الشركة بتاعتهم. وبنعرف هنا إن بطلتنا هنا مسافرة للسيد غو، والسيد غو ده بيكون والدها وكمان بتكون الأخت التوأم لمين، وإن والدها هو السبب في كده واللي هو أكبر أختها اللي هي تسرق البيانات والأقراص عشان تنزل الأسهم بتاعت شركة بطلنا. وبعد كده بنعرف كمان إن مان كانت رافضة اللي هي تسرق البيانات وتديها لوالدها، لكن هو ضغط عليها وأجبرها اللي هي تعمل كده وقال لها لو مش عملت كده فأنا هخلص عليه. لكن هي عملت كده وبعدها موتت نفسها لأنها مش استحملت إن هي تخون حبيبها. فبقول لها اللي انت متمردة زيك زي أختك واللي انت بتساعديه بالرغم اللي هو السبب في موت أختك. فبتقوله اللي انت إنسان سيء واللي انت بتستخدم بناتك لمصلحتك انت واللي انت مستحيل تكون والد لينا. وكمان هنا بطلنا بيكتشف كل حاجة وبيعرف ان الموظف ده بيشتغل لمصالح شركة غو واللي هو خاين واللي هو كان بينقل على طول كل البيانات واخبار شركته لشركة غو، واللي هو كمان كان عاوز يسرق كلمة السر. وكمان هنا بيكونوا خطفوه، وهنا شيء يا عيني بيكون والدها باعت لها ناس عشان يتخلصوا منها عشان هي مش عايزة تقول لهم على كلمة السر. وهنا بيكون هنا بطلنا واخد علقة موت، وهنا يوغ بيكون بيمسك فيه كده وبقول له لازم تعرفني كلمة السر بدل ما اخلص عليك. فبقول له مقابل اللي انت تسيب لي شيء انا هكتب لك بعد الممتلكات. لكن هنا طبعا بيرفض وبقول له انا عاوز كلمة السر. والخاين هنا بيجي للسيد يوغ وبعرفه ان هما مش عاد في ايديهم حاجة وان الاسهم خلاص في ناس اشترتها واللي هو دو ويلين بيكونوا اشتروا الأسهم ونقذوا شركة بطلنا واللي هم كانوا بيساعدوه. وده لما جده قال لهم على كل حاجة. وبنلاقي هنا بطلتنا لسه عايشة لأن هنا الجد بعت ناس وراها عشان يراقبوها عشان عارف اللي هي كانت ممكن تتأذي. وبعد كده بتطلب منهم اللي هم يبلغوا الشرطة واللي هم لازم يروحوا فورا عشان ينقذوا البطل. وبتروح فعلا وبتلاقيه مضروب وبتروح وبتجري عليه كده، وأول ما بيشوفها كده بياخدها في حضنه وبيكون عاوزها على طول معاه. فهنا والدها بيكون جايب المقص وكان عاوز يقتله، فبيقول له انت عاوز تكون سبب موت بنتك التانية. فبيقع منه المقص كده وبيقعدوا ينهار. وشي هنا بتفكر لو أختها عايشة وقدامها هتقول لها ايه، لكن هنا مان بتكون مبسوطة اللي هي هتكمل حياتها مع حبيبها واللي هي هتكون جنبه هتحميه. وهنا بنشوف شيا هي وبطلنا بيكونوا اتجوزوا وكمان بتوعده اللي هي هتفضل على طول جنبه وعمرها ما تتخلى عنه وتسيبه. وبكده يكون ملخصنا خلص. فلو وصلتوا معايا لعند هنا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.